نهاية أشهر خديوي في مصر، الخديوي اللي اتنفى بره البلاد بأمر من السلطان العثماني. ورغم إنجازاته في فترة حكمه، لكن كانت نهايته حزينة جدا. وكان من أهم إنجازاته إن القاهرة اتسمت على اسمه، القاهرة الخديوية. لو عايز تعرف نهاية الخديوي إسماعيل، تعال معايا في حكايات المحروسة. أنا مولي الحشاش، وهحكي لكم النهاردة حكاية حلوة جدا جدا عن نهاية حكم الخديوي إسماعيل. الحكاية بدأت لما جه تلغراف من السلطان العثماني عبد الحميد، بيقول فيها إن الخديوي إسماعيل اتعزل من حكم مصر سنة 1879. الموضوع كان صعب جدا، والناس حواليه كانوا خايفين يبلغوه بالخبر، لدرجة إن أحمد زكي باشا سكرتير الخديوي وأحمد خيري باشا حافظ الأختام الملكية، كل واحد فيهم كان بيحاول يرمي المهمة على التاني، علشان ما كانش يقدر يبلغ الخبر بنفسه للخديوي. أنا ما أقدرش أقول له كده، ده أخبار صعبة جدا. والتاني يرد عليه ويقول له يعني هتتراجع عن واجبك؟ أنا ما أقدرش أبلغ أفندينا بالخبر ده رحمة مني بيه، وما أقدرش أكون أنا اللي أبلغه بالخبر الصعب ده كده على الصبح. في اللحظة دي دخل محمد شريف باشا رئيس الوزراء، ولما شاف وعرف ان التلغراف اللي جه للخديوي مهم، وشاف شكل احمد زكي باشا واحمد خيري باشا، خد منهم التلغراف وقال انا اللي هبلغ الخديوي بنفسي. ولما دخل عليه الخديوي اسماعيل، لاحظ ان وشه فيه حزن، وسأله مالك يا شريف، في ايه؟ لكن اسماعيل كان حاسس ان الموضوع فيه حاجة، وكان شاكك بقاله فترة ان عزله قرب. الخديوي اسماعيل خد التلغراف وقراه بهدوء، وقال له بقوة هاتولي ابني توفيق باشا. راح شريف باشا بسرعة وجاب الأمير توفيق اللي كان في قصره في الجزيرة. وفعلا دخل إسماعيل القصر الكبير منتظر ابنه اللي هيبقى الخديوي الجديد. في الوقت اللي كان مستني فيه بدأ يتذكر حياته كلها، من أول أيام المجد والرفاهية لحد ما بقى في الموقف ده. افتكر جده محمد علي باشا وأبوه إبراهيم باشا، اللي كانوا بيحلموا إن مصر تبقى قوية ومستقلة وتبسط نفوذها من أول النيل لحد آخره. افتكر كل إنجازاته اللي عملها وكل أحلامه اللي راحت. ولما وصل الأمير توفيق، إسماعيل قام بكل شموخ واحترام، بس صوته كان فيه انكسار شوية، وقال له أحييك يا أفندينا، وباسه على خده وقال له دي رغبة السلطان إنك تبقى خديوي مصر. يا ابني خلي بالك من إخواتك وأهلك وشعبك، كنت أتمنى أساعدك بخبرتي، بس واثق إنك هتكون أقوى مني. كن أسعد من أبوك يا ابني. بعد كده ودع الناس كلها وقال لهم أنا سايب مصر في إيديكم، وولائي كله ليكم ولابني الخديوي الجديد. وبالفعل ركب القطر وهو في موكب ضخم، وودع ابنه توفيق وكل الناس اللي حبوه، وكان ده آخر يوم ليه في مصر. وبعد ذلك انتقل إسماعيل باشا إلى نابولي في المنفى في إيطاليا، بعدما اتمنع إن هو يعيش في مصر ولا في أي بلد عثمانية. في الأول عاش في قصر كبير خصصه له الملك الإيطالي، لكن بعد شوية بدأت الأيام الحلوة تدير بقى وشها عنه، وبقى وحيد ومريض، وكل الناس اللي كانت حواليه زمان اختفوا،
وانتقل ما بين إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وتركيا في محاولات فاشلة إنه يرجع عرشه، لكن كله كان بيروح على الفاضي. وفي الآخر راح اسطنبول بعد ما السلطان وافق إن هو يعيش هناك على أمل يلاقي راحته، لكن اكتشف إنه رايح من منفى لمنفى أصغر. 3 أمراض اجتمعت على هذا الرجل في منفاه، و3 أحزان تحالفت عليه: حزنه على ضياع عرشه، وحزنه لخيبة سعيه، وحزنه لفراق وطنه. لكن أحزانه كانت أشد ألما على نفسه من أمراضه، وأعظم تأثيرا على جسده من أسقامه. وفضل الخديوي مريض ومكسور نفسيا، وكل شوية يطلب من السلطان يسمح ليه بالرجوع إلى مصر، لكن الطلب كان دايما مرفوض. وجه حفيده الخديوي عباس حلمي الثاني زاره وقتها، واسماعيل قال له بحزن: نفسي أرجع مصر يا عباس، نفسي أموت فيها. لكن حتى الحفيد ما قدرش يعمل حاجة، مع انه حاول يجتمع بالنظار مرة واتنين وتلاتة ويحاول اقناعهم بعودة جده، فاحتجوا بمعارضة الانجليز ورفض السلطان، واصدروا قرار في 23 يناير بانهاء البحث في هذا الامر. ولما حس الخديوي إسماعيل إن نهايته قربت، نادى ولاده أحمد فؤاد وإبراهيم حلمي وقال لهم: لو مت ادفنوني في مصر، في بلد أبويا وجدي، البلد اللي عشت طول عمري بحلم برفعتها وازدهارها. وفعلا بعد ما توفى في 2 مارس سنة 1895 انتقل جثمانه لمصر واتدفن في جامع الرفاعي زي ما أوصى. والمفارقة الغريبة إن السلطان اللي كان رافض رجوعه وهو حي وافق إن يرجع مصر وهو ميت. يعني القصة دي كلها بتورينا مأساة الخديوي إسماعيل، انتقل من المجد والعظمة والنفوذ لحد الغربة والوحدة والموت بعيدا عن وطنه. رجع مصر في الآخر مش كملك، كجثمان راجع لبلده اللي عاش فيها طول حياته بيحلم برفعتها وازدهارها. يا رب تكون الحكاية عجبتكم، وانتظروا الجزء الثاني لجنازة الخديوي إسماعيل من المنفى إلى مصر. وما تنسوش إن أسرار وحكايات وسط البلد معايا أنا مولي الحشاش، وأشوفكم في حكايات المحروسة. باي باي.